بس خلي بالك، لو بتاكلي مقليات كتير او عيش ابيض هيفضل الامساك عندك مهما عملتي. جربي الحاجات دي يومين بس وهتحسي بالفرق. لازم تاكلي معلقه عسل على الريق او زيت زيتون قبل النوم، حطيه على السلطه. حاجات بسيطه بس مفعولها قوي جدا. لو عايزه نظام كامل يريح بطنك نهائيا اشتركي في القناه علشان ابعتلك النظام، وبعتيلي في الكومنتات محتاجه نظام لعلاج الامساك. عندك امساك بقاله ايام، الحل ده يخليكي تدخلي الحمام في نفس اليوم. اعملي 3 حاجات بس. اولا، كلي 2 قراصي على الريق. ثانيا، طبق سلطة كبير او يكون فيه خس وجرجير وجزر. ثالثا، اشربي لبن رايب او كلي زبادي. الحاجات ديت فيها الياف هتنضف بطنك بسرعه جدا. جربيها النهارده وقوليلي النتيجه، وما تنسيش تتابعيني عشان اقولك على حلول تانية اكتر واكتر واكتر. كمان لو عندك امساك، في 3 اكلات بتاكلهم يوميا هما السبب وانت مش واخد بالك. هقولك سر بسيط، لو عملته النهارده هتدخل الحمام من غير اي الم. بقالك ايام مش عارف تدخل الحمام، طب ما سالتش نفسك ايه السبب؟ اول حاجه قله الميه، تاني حاجه قله الالياف، تالت حاجه قله الحركه، رابع حاجه كتر الاكل الدسم والمقليات. الحل بسيط جدا، اشرب من 2 ل 3 لتر ميه يوميا. زود الخضار في اكلك زي الخيار والخس والكوسه. انزل امشي كل يوم 20 دقيقه. ابدا يومك بكوبايه ميه دافيه على الريق. في ناس الامساك عندهم بيكون سبب في زياده الوزن على الميزان، لكن ده مش بيبقى دهون طبعا، بتبقى ميه بس متخزنه في الجسم. هقول لك بقى على نظام يوم كامل ضد الامساك. تعالى نبدا الصبح بالفطار. اول ما تصحى من النوم خد كوبايه ميه دافيه على الريق، وبعد كده خد زبادي مع معلقه شوفان مع معلقه عسل صغيره، وكمان ثمره فاكهه، يا اما تفاح يا اما كمثرى يا اما برتقال. تعالى بعديها بساعتين خد سناك، خيار او جزر او ثمره كيوي، ومعاهم كوبايه شاي اعشاب، لو ينسون او نعناع هتبقى حلوه قوي وهتهدي معاك المعده على الاخر وهتريح معاك الامساك. تعالى بقى بعديها بساعتين خد وجبه الغداء. هتاخد البروتين بتاعك، يا اما فراخ يا اما سمك يا اما لحمه، ولازم يكون البروتين بتاعك مش مقلي ابدا، يا اما مشوي يا اما مسلوق، او ممكن تعمله صينيه بالبصل بالطماطم زي ما تحب. اهم حاجه ما يكونش مقلي بزيوت نباتيه، انا ما بفضلش الزيوت النباتيه ابدا، وهي مضره جدا بالصحه وبتزود الدهون في الجسم وبتتعب كمان الاوعيه الدمويه والقلب وبتسبب الكوليسترول ومشاكل كتيره احنا في غنى عنها. طبق السلطه بتاعك في الغداء لازم يكون كبير جدا، هو عباره عن خس وخيار وجرجير، وتاخد معاه من 3 ل 5 معالق رز ويكونوا ممسوحين، او بطاطس مسلوقه او بطاطا، وتحط على السلطه بتاعتك معلقه زيت زيتون علشان تستفيد من فوائد زيت الزيتون في تليين الاكل في الامعاء وان ما يحصلش امساك معاك تاني. تعالى بعديها بساعتين خد سناك بسيطه، زبادي مع ثمره فاكهه خفيفه، او من 5 ل7 حبات برقوق مجفف اللي هي القراصية، وده سر علاج الامساك. لازم كل يوم تاخد من 5 ل7 حبات قراصية وخدهم لمدة اسبوع، وشوف الفرق في اخر الاسبوع هتلاقي سحر معاك، ما عادش فيه امساك تاني ابدا. طب يلا تعالوا لوجبة ايه العشاء. ناخد شوربة خضار او ناخد زبادي او ناخد بيضة مع سلطة خفيفة. مهم جدا ان انت كل يوم تاخد من 2 ل 3 لتر ميه، وتنزل كمان تمشي من 20 ل 30 دقيقه. ده هيحرك معاك الامعاء ويخلي مفيش امساك ابدا. المقليات والعيش الابيض ممنوع خالص، منعا باتا في نظامك. بطلهم لمده اسبوع وانت هتشوف الفرق عامل ازاي. طيب تعالى بقى اديك نصيحه على الماشي كده. لو الامساك معاك شديد قوي، طيب هعمل ايه يا دكتور؟ هقول لك هتعمل ايه. هات كوبايه وحط فيها ميه دافيه واعصر عليها ليمون الصبح واشربها، جميلة وممتازة وهتعالج معاك الامساك. وتحط معلقة زيت زيتون على الريق برضو بتساعد جدا، يا كوباية المية يا اما زيت الزيتون. ايه الفاكهة اللي انت المفروض بتاخدها اثناء يومك وبتساعد معاك في عملية الامساك؟ الكيوي والكمثرى. الكيوي والكمثرى فيهم سحر بيعالج الامساك. طيب ايه تاني كمان؟ الزبادي مع بذور الشيا. لو حطيت معلقة صغيرة من بذور الشيا على الزبادي قوية جدا جدا في تليين الامعاء. العشاء بتاعك دايما لازم كل يوم يكون خفيف، ما ينفعش تنام ومعدتك مليانه اكل، هيحصل مشكله وعكه تاني في الهضم وهيحصل تاني امساك. لازم العشاء يكون شوربه خضار، كوسه، جزر، كرفس، او بتاخد بيضه
مع سلطة أو بتاخد كوباية زبادي. كده العشاء بتاعك بقى خفيف والإمساك بتاعك اتحل نهائيا. اكتبولي في الكومنتات لو عايزيني أعمل لكم نظام خاص، بس اكتبولي الوزن والطول.